انا مش هكدب عليكم، انا بعد ما شفت التشكيله اللي قبل الماتش قلت ايه القرف اللي الونسو بيعمله في التشكيله ده، بس اتفاجئ بعد كده ان تشابي الونسو ومدريد يعملوا احسن ماتش ليهم لغايه دلوقتي في الموسم. وفعلا في اول ربع ساعه الحته الشمال دي كانت عامله مشكله، بس عشان نكتشف بعد كده ان الواد كاريراس ده فعلا واد عالمي، ما احتاجش اكتر من ربع ساعه عشان يتكيف على المكان الجديد اللي هو واقف فيه. ويا رب ما تكونش الاصابه بتاعتك كبيره عشان محتاجينك في ماتش الديربي، عشان احنا مش هنستحمل فران جارسيا يلعب في المكان ده. خط الوسط بقى ده القصه والحكايه والروايه. يعني انا شايف ان خط الوسط اللي مدريد لعب بيه النهارده ده من احسن تشكيلات خط الوسط اللي موجوده في مدريد، هتنفعنا في ماتشات كتير التركيبه دي. يعني عندك سيبايوس وعندك فالفيردي وعندك اردا جولير، الابداع والعنف والضغط موجود في التركيبه دي. يعني الواد سيبايوس بصراحه بيطلع منه حاجات حلوه كتير. يعني ما ننساش برضو ان الواد ده عمره ما لعب اساسي فتره طويله كده في مدريد عشان كان يطلع احسن ما عنده، بس هو قادر دايما مع الماتشات اللي بياخدها والدقايق اللي هو بياخدها مع مدريد في المواسم كلها اللي لعبها معانا كان يطلع لنا حاجات حلوه، يعرفك فعلا ان هو ممكن لاعب انت تعتمد عليه. وبالطريقه اللي الونسو عمال يعملها مع اللعيبه غالبا سيبايوس هيبقى ليه دور كبير جدا في مدريد، عشان احنا فعلا ناقصنا الحته الابداعيه في خط الوسط بعد مودريتش وكروس، واحنا مش هنقدر نعتمد على اردا جولر لوحده.